Mosaïque FM Podcast. سايس خوك. Breaking news. أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا بكم في هذا الموجز الإخباري. إذا أعزائي المستمعين والمستمعات، ننقل لكم مباشرة الأجواء الآن في مطار تونس قرطاج. ما تعرفوا اليوم يعني وصول أول طائرة من إسبانيا على متنها العلالج اللي باش يذبحوا في عيد السنة. مراسلنا من هناك حسن سامانتا ينقل لنا الأجواء. حسن سامانتا، كيف هي الأجواء الآن يعني في مطار تونس قرطاج؟ وقول لنا يعني وصلت الطائرة الأولى ولا ما زالت فيها العلالج؟ عفوا سامحونا. أظن سليمك اللي بالضبط خويا حسين، معك حسن سامانتا ريكتوموف نمرو بور تاع تونس قرطاج. الأجواء هوني مزيانة بالضبط، برشا عباد قاعدين هوني في المطار يستنوا في عليلش، برشا وكالات أصفار موجودة هناش يهزوا العليلش الوتلة. وخليك توا لحظة معايا في النايف تسمع النوص هذيا سي بون الطايرة تاعهم وصلت. خليك معايا في النايف حتى تلاقينا الطائرة الإسبانية اسبانير على مطار تونس قرطاج وعلى متنها 250 علوش إسباني. إذا كما سمعت خويا حسين، الطائرة تو وصلت متاع العليلش اسبانيورية، الطائرة اسبانير. نذكر الأجواء عالمية الآن في مطار قرطاج. الطائرة ذي على متنها 250 علوش إسباني، ونعرفوا اللي موجود فيها ليونيل علوتشي. ونخليك تو معايا وبدو يخرجوا عليلش تو بالباجاج متاعهم في المطار. نعطيك على حد نسيوي شنو هي الشعارات اللي مهبطين العليلش معاهم. فما تو قدامي 6 عليلش، يعني ذولي كوبلوات هذوما هزين شعار اسمه اسباني وراسي عالي. كذلك زوز عليلش اخرين وراهم كاتبين برشلوني وفي تونس باش يذبحوني. فما شله اخرى نتاع عليلش ظاهر عندهم باجاج زايد هزين مدريدي وفي تونس صعيدي. اذا خويا حسين هذه هي الاجواء الان بالضبط في المطار مع وصول 250 علوش اسبانيول اليوم، وبيناتنا ما يشبه الشيء. واضح سامانتا. لو كان يعني مدامك في المباشر الان وموجود في المطار، لو كان تغتنم الفرصه وننور يعني مستمعينا لو فيها، لو كان تسالنا يعني بعض العلاج تو في المباشر يعني تخوم تشوف معنا الجو لتونس كيف كانت الرحله والاجواء ذيك الكل، فهمتها؟ باهي اوكي خويا حسين، راك معايا في النايف وقدامي تو علوش. لحظه برك سلام لوسي علوش اسبانيوري. لو كان تقول لي يعني شنو احساسك وانت تو في تونس وعليه اخترتوا تونس زاكتومون شجوها في العيد؟ واضح. يقول الناطق الرسمي بالوفد العلوشي سيد ليونيل علوثي انهم اختاروا تونس لان تونس احسن وجهه سياحيه في البحر الابيض المتوسط. وقال كذلك انه العلالش اللي معاه الكل في الطياره 250 اللي جاوا لتونس كلهم غاشين كيفما جاهم حد من الحكومه باش يستقبلهم في المطار. فهمتك لوسيو ليونيل علوثي. لو كان تقول لي لوسيو ليونيل شنو برنامجكم في تونس، يعني وين باش تمشوا زاكتومون؟ واضح. يقول السيد ليونيل علوشي انهم لديهم يعني برنامج كامل، يعني يوم 29 سبتمبر العلالش اسبانيول عندهم زياره للقصبه، يوم 30 كذلك لهم زياره للمجلس التنسيقي وسيقومون باعتصام اتباع بيا. ويقول كذلك ان وفد العلالش 250 اللي جاوا من اسبانيا يوم 1 يعني في الشهر المقبل باش يقابلوا السيد الرئيس المصطفى المرزوقي، ويوم 3 اكتوبر باش يطالبون باسقاط الحكومة. هذا هو البرنامج الكامل لل 250 علوش اللي جاوا إلى تونس. واضح. شكرا لك حسن سامانتا. إذا أعزائي المستمعين والمستمعات، هاكم عرفتوا اللي 250 علوش الإسباني وصلوا الحمد لله إلى الأراضي التونسية. كل ما فما وفد جديد نعلمكم عليه على المباشر. إلى اللقاء. عفوا سامحونا. Size Food. سايس خوك.